ليه ربنا حط الشجرة في وسط جنة عدن مادام هو مش عايزهم ياكلوا منها؟ وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. تكوين 2 عدد 17. لعبت قبل كده بعروسة متحركة؟ العروسة بتعمل اللي انت عايزها تعمله عشان هي في ايدك، انت بتحركها، تتكلم وانت ماسكها كأنها انت، وممكن تخليها تقعد وترقص كمان. تمام؟ لما ربنا خلق آدم ما كانش عايزه عروسة متحركة، كان عايز آدم يحبه بالصدق وبالحق. وصية شجرة معرفة الخير والشر كانت امتحان من ربنا علشان يشوف إذا كان آدم بيحبه بالدرجة الكافية عشان يطيعه في كل حاجة. بس آدم فشل في الامتحان، هو غلط قدام ربنا وعمل كل حاجة ربنا أمر إنه ما يعملهاش. وده كان يوم وحش جدا بالنسبة لدلوقتي، عشان آدم كان رأس كل جنس البشر، وبسبب فشل آدم في الامتحان جاب الخطية للعالم، وكلنا دلوقتي في الطبيعة الخاطئة من آدم.